صلاة الجمعة في UK. على الفلاح على الفلاح. الله هو بنعمل ايه في صلاة الجمعة واحنا عايشين في انجلترا؟ الحقيقة ان ده سؤال مهم، واجابته بتعتمد على شقين مهمين جدا. الشق الاولاني وهو الجامع، مكان الجامع اللي احنا بنصلي فيه. عادة الناس يعني بتسأل سؤال: هل الجوامع متوفرة في انجلترا ولا لا؟ والحقيقة اني انا عشت في مكانين، عشت في لندن وعشت في شيفيلد. حاليا عايش في شيفيلد. في المكانين اللي انا كنت عايش فيهم كان الجامع بيبعد عني تقريبا ربع ساعة بالمواصلة، سواء كان الاندر جراوند او المترو في لندن، سواء كان الترام في شيفيلد. ولو انت معاك عربية فمش هيكمل بالظبط 10 دقايق بالعربية. ودي كانت حاجة كويسة قوي الحقيقة. يعني ما اعرفش هل لو انت في مدينة صغيرة هل مثلا هتبقى المسافات بتاعت الجامعة تبقى اكتر من كده ولا لا. فدي نقطة مهمة. فهي بتعتمد على وجود الجامع، ولكن الحقيقة من تجربتي يعني ما لقيتش، يعني نادرا ما لقيت حد بيتكلم ان الجامع بعيد عنه لدرجة ان هو لو عاوز يصلي مش هيبقى الموضوع مسافة الجامع ده عائق. طبعا اكيد لو في مدينة صغيرة هيبقى توفر الجامع فيها اقل، بس معظم المدن الكبيرة اللي في انجلترا فبتكون الجوامع فيها كويسة، قريبة من مكان البيت بتاعك، فانت بتتكلم مثلا في 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة. فاعتقد ان ده اوبشن كويس. الموضوع التاني اللي دايما بيبقى له علامة استفهام كبيرة، وهي يوم الجمعة نفسه. يعني هو يوم الجمعة نفسه يبقى عامل ازاي؟ وعشان نجاوب على السؤال ده لازم نبقى عارفين ان اصلا احنا، يعني انا بالنسبة لي كوظيفتي يعني كطبيب، فهو اوبشن صلاة الجمعة ده كان برضو بيتوقف على الشغل، سواء انا كنت في مصر او كنت هنا في انجلترا. بمعنى اني لو انا كنت نبطش يوم الجمعة في مصر، فده بيتوقف على الشغل نفسه. انا لو الشغل بتاعي كويس فده هيخليني انزل اروح اصلي الجمعة عادي. لكن انا لو الشغل بتاعي عليه ضغط احيانا كتير، كان مش كتير يعني على حسب الصراحة، بس هو كان في اوقات كتيرة كنا بنضطر ان احنا ما اقدرش اصلي الجمعة بسبب ان بيحصل حاجة معينة في الشفت او في النبطشية بيخليني ما اعرفش اصلي. فهو ده رقم واحد. فهو موضوع الشغل نفسه ده اصلا بيخليك يعني بيبقى على حسب ظروف الشغل. وربنا يغفر لنا يعني التقصير اللي بنعمله لما يبقى الشغل مضغوط شويه، خلينا ما نلحقش نصلي او ما نعرفش نصلي صلاه الجمعه يا جماعه. لكن النقطه الثانيه هو موضوع اليوم، الشغل نفسه يوم الجمعه. يعني هو شغل نفسه يوم الجمعه ده بيأثر شويه على صلاة الجمعة. بمعنى ان هو انت حتى وانت في مصر، فانت وانت شغال يوم الجمعة نبطش يوم الجمعة، فانت بتبقى عارف ان يوم الجمعة ده بيبقى يوم اللي هو
يوم ويك اند زي هنا في انجلترا، اللي هو انت السبت والحد بتبقى الناس عارفه ان هي موجوده بس اوت اوف اورز بتغطي الامرجنسي. لكن يوم الجمعه في انجلترا فهو يوم شغل عادي، الراوند عادي، كل حاجه في الحياه عادي، فالستريس واللود بتاع الشغل بيكون عادي جدا. فده بيخليك دايما ايه، بتحس ان انت مش في يوم الجمعه، مش الريلاكسيشن بتاع يوم الجمعه وصلاه يوم الجمعه. ولكن هو ده ما بيمنعش ان انت بتصلي، لسبب ان هو اولا انت بيبقى عندك لانش بريك، المفروض ان هو بيبقى نص ساعه لانش بريك يعني، ولو في مكان كريم يعني ساعات بتبقى اكتر من كده حبه يعني. فانت ممكن تستغل اللانش بريك ده ان انت تصلي الجمعه وتستفاد من الموضوع ده. طيب تصلي الجمعه في المستشفى ده يعتمد على وجود جامع في المستشفى. المكانين اللي انا اشتغلت فيهم او الثلاث اماكن اللي انا اشتغلت فيهم، فالثلاثه كان فيهم اماكن ايه، جامع في المستشفى. خصوصا المستشفى اللي كنت في لندن فيها كان الجامع بتاعها كبير، وكان عندنا هو طبعا المستشفى اللي انا كنت فيها كان فيها جزء برايفت للناس الاخوه العرب الخلايجه يعني، اللي بيجوا يعالجوا اولادهم عندنا، سواء كان الامارات او الكويت، كان اكتر جنسيتين يعني. فدول جزاهم الله خير يعني، كانوا عملوا تبرعات وهم اللي شاركوا بنسبه كبيره في تخصيص مكان يعني للصلاه في المستشفى اللي انا كنت فيها. وكان الجامع كان كبير يعني، هو الجامع اصلا كان كبير، حجمه كبير، وكانت صلاه الجمعه بتبقى كبيره، وكان في امام مسجد مخصص لهذا الموضوع، وكل ده كان بيخدم بصراحه ان انت تخش في اجواء صلاه الجمعه. فكان الموضوع بالنسبه لي لذيذ يعني، كان الموضوع ان انت بتبقى شغال، بتروح البريك بتاعك على ميعاد الصلاه تصلي وترجع انت جوه المستشفى. فده كان ايه، كان حاجه كويسه جدا يعني. حتى ما افتكرش ان انا في الاماكن يعني، كنت المكان في مصر كنت شغال فيه كان حد مننا بيقوم يعني بيخطب صلاه الجمعه بيقوم. لكن ايام ما كنت شغال في المستشفى الجامعي في مصر، فكان في دايما بيبقى كل مستشفى بيبقى ليها جامع بيبقى مخصص لها امام يعني. بعد كده لما جيت هنا الموضوع اختلف شويه في شيفيلد يعني، كان في مكان للصلاه وفي صلاه جمعه، بس طبعا بيبقى ايه نفس الفكره برضو، بيبقى في حد مننا كده محضر خطبه على الموبايل بيقراها وهو اللي يقول الخطبه. فده اوبشن كويس جدا. لكن النقطه الثالثه بقى، طب هو انا لو في مكان ما فيهوش مستشفى، او الناس اللي فيه عددهم المسلمين قليل لدرجه ان احنا ما بنقدرش نكمل صلاه جمعه، ممكن يبقى اليوم الجمعه كله مفيش غيري انا بس المسلم. الحل الاخير اللي الناس كتير بتلجأ له، هو مش بس عشان صلاه الجمعه، ولكن هو بسبب ان الناس كلها دلوقتي بتعمل حاجه اسمها less than full time. وده اوبشن انت ممكن تعمله في الشغل عندك، وهو انك انت تشتغل 80% من الوقت المطلوب منك ان انت تشتغله، اللي هو انت بتنقص يوم من الشغل بتاعك، بيبقى في يوم اسمه non working day. معظم المسلمين هنا بيختاروا الجمعه از ان هو non working day، بحيث ان هو ما يشتغلش الجمعه اصلا، والراجل ده بيريح دماغه يعني، هو كده خلاص انا يوم الجمعه اصلا بالنسبه لي اوف، وانا بقيم الشعائر كلها براحتي، ويوم الجمعه اصحى براحتي واسمه ايه ده، واصلي الصلاه واعيش كل الاجواء بتاعه صلاه الجمعه نفسها. وده اوبشن مريح الصراحه. يمكن مشكلته ان هو طبعا انت بتشتغل 80%، فهو ده برضه بيخلي قيمه المرتب بتاعتك 80%، فهو انت على حسب الفاينانشال ستابيليتي بتاعتك وهل تقدر تتحمل حاجه ولا لا. ولكنه مش عايز اقول لك يعني، هو تقريبا 80% من الناس اللي شغاله في انجلترا حاليا شغاله 80% وفي اقل يعني. انا شفت ناس شغاله 50% وناس شغاله 60%، وده بيبقى ايه، لان هم مش فارقه معاهم حاجه. انا كده كده بالنسبه لي يعني، اللي بيبقى معاه مصدر دخل تاني، اللي بيبقى ديبندنت على حد، فده بيبقى اوبشن لطيف. فهم الثلاث حاجات دول، اللي هو انت يا اما تبقى ساكن جنب جامع، وده اوبشن كويس خالص لو انت ايام الاجازات طبعا، يفضل وانت بتدور على بيت تدور على مكان جنبه جامع. او الاوبشن الثاني وهو حضرتك انك انت تصلي في المستشفى، على اعتبار ان المستشفى عندك فيها مكان للصلاه. وشفنا ناس كتير كانت كتبت فتره كده ان كان بيروحوا اماكن في مستشفيات ما كانش بيبقى فيها مكان مخصص للصلاه، بيبقى فيها حاجه اسمها كوايت روم، او حاجه شبه الريليجيوس روم يعني كده، لاي حد عايز يقيم الشعائر بتاعته، بس ما بتبقاش فيري كونفينينت يعني. ومؤخرا كانت بدات كذا حد كده شفته عمل ان هو كلم المستشفى لتخصيص مكان للصلاه، وده بتبقى يعني ربنا يجازيهم خير يعني، ليهم ثواب عظيم يعني، لان اي حد هيصلي في المكان ده ياخد ثواب بعد كده. او ان انت بقى ايه، تريح نفسك خلاص من القصه دي وتاخد ال 80% لما ربنا يكرمك كده تبقى مستقر وما تروحش يوم الجمعه اصلا،
وتبقى يوم الجمعه ده اجازه بالنسبه لك، وهو كده كده لاحم معاك سبت وحد اللي هو الويك اند العادي، فتلاقي نفسك انت اصلا ايه نص الاسبوع مأجز. يعني انت بتشتغل 2 و3 و4 وخميس، وتلاقي نفسك جمعه وسبت وحد اجازه فاضي، وده هيحسن جدا في الكواليتي اوف لايف بتاعتك والورك لايف بالانس، الحاجات اللي احنا ايه نسمع عنها دي وما بنشوفهاش يعني.